هلا هلا، السلام عليكم. اليوم راح نسوي جريش بطريقة مرة سهلة ومرة لذيذة، ومن غير لحم من غير دجاج، وبيطلع معاك يجنن. أهم شيء في هذه الوصفة إنك تستخدم نوعية سمن تكون ممتازة. حطيت ملعقتين سمن، يعني حتى ما راح نكثر سمن. ملعقتين سمن، حطيت عليها البصل. بعد ما ذبل البصل أضفت ملعقتين معجون طماطم. وبعد ما حمست معجون الطماطم وفصلت عن الزيت، أضفت عليهم حبتين عصير طماطم. وأضفت البهارات: بهار كبسة، فلفل أسود، حبتين مكعب مرق، وكمان كمون، لكن أضفت الكمون في الأخير، وحبتين لومي. وهنا أضفت كاستين جريش، كنت ناقعتهم تقريبا من 6 ل7 ساعات. بعدين أضفت ضعف كمية الجريش موية مغلية طبعا، وتركته على جنب يستوي على نار هادية، وكل 10 دقايق أقلبه لغاية ما يستوي. الكشنة حطيت بصل وسمن، ملعقة واحدة سمن، ومعاها تقريبا بصلتين وسط. وبعد ما ذبلوا حطيت عليهم الملح وبهار مسمنة. وبس كذا. هنا طلعت اللومي شلته على جنب عشان نضرب الجريش ضرب على خفيف يعني. وقت التقديم حطيت ملعقة سمن واحدة كذا على الوجه. وبس والله، هذه كانت وصفتنا، وصحة وهنا.